نهار 13 شهر تسعود سنة 2007 في مدينة مراكش ومع 7 الصباح البوليس غتجيهم واحد المكالمة من طرف واحد السيد كيقول على انه سميتو دريس والخدمة ديالو كونسيرج في واحد العمارة في شارع علال الفاسي. هاد الصباح اكتشف الجثة ديال واحد الراجل من السكان ديال الموبل. هاد الراجل سميتو الهاشمي المراق والعمر ديالو 55 سنة، كان كاري بارطمان فرشة في هذاك الموبل وساكن فيها بوحدو وما عنده لا عائلة ولا اقارب. البوليس من مشاو هما ورجال مسرح الجريمه غلقاو الهاشمي منشور في الارض وفيه واحد الضربه غارقه في الظهر ديالو واللي شكوا فيها البوليس على انها غتكون ضربه ديال شي موس او شي حاجه ماضيه بزاف. وهذا الشيء نيت اللي غيخبرهم به الطبيب الشرعي وغيأكد لهم باللي الموت ديال الهاشمي كان السبب ديالو هو هاد الضربه اللي كانت قاتله. ولكن الطبيب غيخبرهم بحاجه اخرى واللي كانت غريبه بزاف بالنسبه للراجل في السن ديال الهاشمي، وهي انه قبل الموت مارس علاقه شاده واش مع امرأة ولا راجل الله اعلم. المهم كانت علاقه محرمه ولا تجوز حتى للمتزوجين. راكم فهمتوا القصد ديالي شنو بغيت نقول لكم. العميد والمساعدين اللي معاه كتبان لهم الشقه كامله مرونه والمريوات والمجوره كلهم مقلبين والحوايج مليوحين على برا، بمعنى ان هاد الدار تعرضت للسرقه. وحطوا الاحتمال ديال ان هاد الشفاره ربما فاش كانوا كيسرقوا الدار دخل عليهم الراجل ومن يحصلهم تشادوا معاه وضربوه. وهاد القضيه دائما كتوقع كيكون الشفار داخل بنيه السرقه حتى كيصدق في القتل واخا ما كيكونش مدايرو في الحسبان. وكاين احتمال اخر هو ان المجرم خربق في مسرح الجريمه وبغى يموه البوليس باش يبان لهم على انها عمليه سرقه ويمشيو في المسار الخاطئ ديال البحث. من بعد البحث ديال الشرطه العلميه غيلقاو شي بصمات في الشقق اللي من المحتمل يكونوا ديال الشفاره، حيت كيف ما قلنا في الاول ان هاد السيد كان ساكن بوحدو وما عنده لا عائله ولا صحاب وما كيجي عنده حتى شي واحد. هادوك البصمات من يدخلوهم للسيستم النتائج ديالهم كتقول باللي ديال واحد الشاب سميتو عزيز والعمر ديالو 20 سنه وتزاد في مدينه شيشاوه. بالاضافه لهاد البصمه لقاو بصمات اخرى مجهوله الهويه وما عرفوهاش ديال من. هادشي اللي غيأكد البوليس بان هادوك اللي دخلوا غيكونوا عصابه مختصه في سرقه المنازل، وخصوصا من يعرفوا ان الهاشمي ساكن بوحدو فراه غتجيهم القضيه سهله يتسناو غير يخرج ويرجعوا ليه للدار. هنا البوليس غيتجهوا للتحقيق مع حارس العماره واللي غيعطيهم معلومات مهمه على الضحيه. قال لهم بان هاد السيد ما ساكنش هنا بصفه دائمه، يعني غير مستقر، كيجي غير مره كيدخل يبات وفي الصباح كيمشي في حاله، وديما كيجيب الطوموبيل ديالو وكيخليها تحت الموبل. ومن خلال نوع الطوموبيل واللباس ديالو كيبان على انه واحد الشخص غني ولاباس عليه. هنا البوليس هبطوا كيقلبوا على الطوموبيل ديالو ولكن ما لقاوهاش وقالوا ربما حتى هي غندخلوها في قائمه المسروقات من دار. هاد المعلومات كامله اللي حصلوا عليها البوليس غيديروها على شكل تقرير وغيعطيوها للعميد الممتاز رشيد العوام رئيس الفرقه الجنائيه الاولى واللي هو غيتكلف بهذه القضيه. كانت الخطه ديال الفرقه الجنائيه هي انهم يلقاو البصمه الوحيده اللي عندهم واللي هو عزيز لانه هو المشتبه فيه الاول في هذه القضيه. من بعد تحريات وبمساعده المخبرين اكتشفوا بان هذا الشاب دائما كيكون في حي كيليز واللي هو واحد من ارقى الاحياء ديال مدينه مراكش. كيبقى يدور تماك وكيلوح السناره ديالو على الرجال اللي كيبغيو ينعسوا مع الرجال. من بعد البوليس مشاو للدار ديال الضحيه اللي هو الهاشمي ولقاو مراته تماك، داروا معها تحقيق اولي فين كان راجلك، مع من كيمشي، مع من كيجي، اشنو كيدير. طرحوا عليها الاسئله المعروفه ديال البوليس. شويه العميد بدا كيسول فيها على الميولات ديال راجلها، يعني واش كيبغي البنات ولا الرجال. في الحاله الطبيعيه الا سولتي شي امراه هذا السؤال اكيد غدير شي رده فعل غريبه وتقدر تقمعك على هذا السؤال ولا تبدا تغوت حيت عارفه راجلها ماشي ديال هذا الشيء. ولكن مرات الهاشمي ما دارت حتى شي رده فعل، جاه السؤال عادي جدا وفين ما كيتطرح عليها كتميك وما كتبغيش تجاوب كأن الامر عادي بالنسبه ليها. هذا الشيء اللي غيخلي العميد يستنتج بان هذه السيده كانت عارفه الميولات ديال راجلها وما بغاش تهضر، وقرر انه يحبس من طرح هذه الاسئله. السيده عاد ميت راجلها ويبداو يديروا ليها في هذه الفضيحه جات شويه ناقصه، ولو انهم خاصهم ضروري يعرفوا اشنو اللي كاين. في الجهه الاخرى البوليس باقين كيقلبوا على عزيز اللي غبر ليه الاثر وما بقاش بان. ما خلاو فين قلبوا عليه، مشاو لكاع الاماكن اللي كيكونوا فيهم هذا النوع ديال الرجال، مشاو للبيران والشوارع وجميع الاوكار ديالهم ولكن ما لقاوهش. هنا داروا مذكره بحث وعموها على الصعيد الوطني بان هذا السيد مطلوب العداله ومتهم في قضيه سرقه سياره فاخره ومنزل بالاضافه لعمليه قتل هو والعصابه اللي معاه. ومن الحوايج اللي تاروا الانتباه ديال العميد هو انه فاش كان كيسول مرات الضحيه قالت ليه باللي راجلها في هذيك الليله كان هاز معاه واحد المبلغ مهم ديال الفلوس.
لحقاش كان داير مع شي واحد باش يشري من عنده واحد الزربيه قديمه، حيت كيف ما كتعرفوا بعض الناس اللي كيكونوا لاباس عليهم كتكون عندهم هذه بحال الهوايه كيشريو هذا الشيء القديم بمبالغ ماليه كبيره بزاف. والهاشمي كان حتى هو واحد من النوع ديال هاد الناس مهووس بالقطع الاثريه القديمه، فين ما كانت شي زربيه ولا شي تمثال قديم او قطعه اثريه كيشريها ويجيبها للدار. وهذا الشيء اللي لاحظوه البوليس فاش مشاو عند مراتو كانت دارو عامره بالقطع الاثريه. هنا القضيه غتبدا تحماض وغتبدا تتعقد ويدخلوا فيها بزاف ديال الاطراف. البوليس كانوا كيقلبوا على عزيز اللي ربما عنده علاقه حميميه مع الضحيه، شويه دخل مول هاد الزربيه حتى هو في القصه. فشنو علاقه الشاب عزيز بمول الزربيه؟ واش ممكن عزيز يكون هو نيت مول الزربيه؟ ولكن حنا كنعرفوا على انه هو واحد الشاب كيمشي مع الرجال وما عنده حتى شي علاقه بالبيع والشراء ديال القطع الاثريه. او ربما تكون البصمه اللي قلنا في الاول لقاوها بجانب البصمه ديال عزيز تقدر تكون على انها هي البصمه ديال هاد مول الزربيه. بزاف ديال الاسئله مطروحه وبزاف ديال الخيوط المتشعبه اللي خاص البوليس يمشيو معاها كامله باش في الاخير يوصلوا لخيط واحد واللي غيديهم للحقيقه والكشف لغز هاد القضيه. رجال الشرطه اللي مشاو كيقلبوا على عزيز في دارهم خبرتهم الام ديالو على انه دائما كيغيب على الدار يومين 3 ايام 4 ايام عاد كيجي، وهما موالفين بهذا الشيء ولا عندهم عادي حيت عارفينه ماشي هو هذاك وكيمشي مع الرجال. ولكن هاد المره غبره وحده وما بقاش جا للدار. هنا البوليس عرفوه على انه كيخطط باش يهرب، والعميد غيعطي الاوامر باش يداروا حواجز امنيه في كل المداخل والمخارج ديال المدن المغربيه باش ما يقدرش يهرب، وتنشرات الصوره والمعلومات ديالو في جميع المصالح الامنيه. ومن المحتمل انه يكون راكب على سياره فاخره وعطاو النوع والارقام ديالها لجميع المصالح الامنيه. هذا البحث وهذه الروينه كامله اللي عاودت لكم راه دارت في نهار واحد، يعني 24 ساعه فقط دار فيها هذا الشيء كامل باش المجرم ما يهربش، حيت كل ما تعطل البحث في القضيه كتكون فرصه الهروب كبيره بالنسبه للمجرم. من بعد ما دازت 24 ساعه على هذا الشيء، في الدخله ديال مدينه سطات واحد الحاجز امني كيديروا في الخدمه ديالهم كيف ما موالفين، حتى كتبان لهم واحد الطوموبيل وقفات بعيده بواحد 50 متر ونزلوا منها واحد جوج وهربوا. الرئيس ديال الفرقه المكلفه بالحاجز الامني مشى لهذيك الطوموبيل قلبها مزيان وما لقى فيها والو، واستغرب بزاف كيفاش جوج جايين في الطوموبيل ديالهم واللي هي واحد الطوموبيل ساويه الثمن نزلوا منها وسمحوا فيها وهرب. من سجل الارقام ديالها وبوانتها عرفها على انها هي الطوموبيل ديال الهاشمي اللي كيقلبوا عليها في مراكش. هزوها وداوها لمركز الدرك الملكي ديال سطات وخبروا السلطات ديال مراكش بداك الشيء اللي وقع. وهنا السلطات ديال مراكش رسلوا فرقه مسرح الجريمه لسطات باش يفحصوا الطوموبيل قبل ما يرسلوها لمراكش. المشكله اللي لقات فرقه مسرح الجريمه هي انهم ما لقاو حتى شي دليل على ان المتهم عزيز هو اللي كان راكب فيها، ما لقاو والو ولا اي حاجه بسيطه اللي تقدر تكون دليل قاطع ضد عزيز. وزادت الشكوك ديالهم من خبرهم رجال الدرك الملكي ان الطوموبيل نزلوا منها جوج ماشي واحد، يعني من المستبعد يكون عزيز هو اللي كان راكب في الطوموبيل. هنا واحد من فرقه مسرح الجريمه غيدير واحد القضيه واعره اللي كتبين على انه واحد الانسان ذكي بزاف ركب في الطوموبيل هو ورجال الدرك الملكي وقال لهم دوني للبلاصه اللي لقيتو فيها الطوموبيل المره الاولى. داو رجال الدرك الملكي للدخله ديال المدينه وحطوا الطوموبيل في نفس البلاصه ونفس البوزيسيون اللي لقاوها فيها المره الاولى قبل ما يهربوا من هذوك الجوج. بداو البحث ديالهم في الجانب ديال الطوموبيل على الطريق بحال اون فاس مع البيبان ديالها، يعني نفس الطريق اللي هربوا منها المشتبه فيهم. بقاو كيقلبوا تماك حتى شويه كيبان لهم بحال الحفير في الارض، يعني شي واحد كان حافر هذاك التراب اللي كاين في نفس الطريق اللي هربوا من هذوك الجوج. الرئيس ديال فرقه مسرح الجريمه قال لهم حفروا في هذه البلاصه وشوفوا شنو كاين فيها. من حفروها لقاو فيها واحد الحديده طويله ورقيقه شويه ولكن مغطيه بواحد الجوا قاصح داير بحال الورق المقوى. قبل ما يفكوا هاد الجوا كيبان لهم بان الداخل مع الحديده كاينه شي حاجه دايره بحال الشيته ولا شي ادوات ديال الرسم. من جبدوا داك الشيء كامل لقاو هذيك الحديده مقطعه بنفس العبارات ديال لوحه الترقيم اللي كتكون في الطوموبيل ومعها شيته ديال الرسم وجوج بواطات ديال الصباغه، وحده بيضاء والاخرى كحله. هنا عرفوا باللي هاد الجوج كانوا باغيين يصاوبوا لوحه ترقيم مزوره ويركبوها للطوموبيل قدروا يمشيو بها فين ما بغاو. رجال مسرح الجريمه داو داك الشيء كامل لمراكش وداروا عليه الفحص ديالهم وبينات النتائج بان البصمه فما هي الا البصمه ديال عزيز. وهذا هو الدليل اللي كيقلبوا عليه البوليس باش يثبتوا بان عزيز هو اللي كان راكب على الطوموبيل ديال الهاشم. ولكن راه مازال ما كاين حتى شي دليل على ان عزيز هو
المجرم وهو اللي قتل. بقى البحث جاري في هذه القضيه وعزيز مازال ما تلقى حتى داز 3 ديال السيمانات. واحد النهار كانت المصالح الامنيه كدير في حمله تطهيريه لشاطئ عين الدياب في كازا. مره كيمشيو يجريو على هذوك البنات اللي كيتعاطاو مهنه الشارع تماك، حيت كيف ما كتعرفوا او ما كتعرفوش في الليل فراه ما تقدرش تخرج لعين الدياب انت والعائله ديالك. داكشي بالعلالي في الطوموبيلات وفي جنب البحر. كاينه واحد الكارثه تماك بمعنى الكلمه كتوقع وبدون حاسيب ولا رقيب. المهم نرجعوا للقصه ديالنا. البوليس مني مشاو لتماك شدوا بزاف ديال البنات والولاد، ومني كانوا كيحققوا معاهم وكيتاكدوا من الهويات ديالهم غيكتشفوا باللي واحد الشاب فيهم في عمره 20 سنه هو عزيز اللي كان هارب بالطوموبيل من مدينه مراكش. ولكن المفاجاه كان معاه واحد الولد اخر في العمر ديالو 15 سنه، يعني باقي كيتعتبر طفل وسميتو حماده. هاد حماده شافوه البوليس مخلوع بزاف وهو يديه واحد البوليسي بوحدو وقال ليه عاود ليا كلشي باش نقدر نعاونك ونخفف عليك الحكم. الدري بحكم انه باقي صغير بدا كيبكي وكيقول ليه انا ما درت والو، عزيز هو اللي قتلو ماشي انا اللي قتلته. هنا البوليس ديال كازا اتصلوا بمصالح الامن ديال مراكش وخبروهم باللي المشتبه فيه المبحوث عنه في مراكش راه تشد ومعاه واحد اخر حتى هو داخل في الجريمه. هنا العميد الممتاز رشيد العوام اللي مكلف بهذه القضيه ما تسناش تيجيبوهم لمراكش، مشى هو براسو لكازا باش يحقق معاهم تماك. من يوصل بدا بالطفل حماده هو الاول وعاود ليه القصه كامله وهي اللي غنعاود لكم انا دابا. هذاك عزيز كان مشهور بزاف بين الرجال الشواذ ديال مراكش وكيعرفوه بالسميه ديال عزيزه الزهراء. هذا هو اللقب ديالو في هذاك الوسط الخامج. واحد النهار كان هو وهاد الطفل حماده كيدوروا في الشارع وكيقلبوا على الزبائن ديالهم، حتى عزيز قال حماده باللي كاينه واحد الهوته صحيحه وفيها بزاف ديال الفلوس. حماده قال ليه مرحبا، انا اي حاجه فيها الفلوس نديرها معاك. عزيز قال ليه كاين واحد السيد كنعرفو من الاغنياء ديال مراكش ومستعد يعطي فلوس كثيره الا جبت ليه شي ولد صغير بحالك وفي هاد لاج ديالك، يعني تكون عنده 15 عام تقريبا. قال ليه حماده مرحبا، انا مستعد نمشي معاه الا كانت الفلوس موجوده كيف ما كتقول، ومني غادي نشد الفلوس من عنده ديك الساعه غادي نقسم معاك. ولكن عزيز قال ليه داكشي اللي غيعطيك ما كافيناش حنا بجوج، حيت يقدر يقنع منك كيف ما قنع مني انا ويقلب على واحد اخر وما نبقاوش نشدو من عنده حتى ريال. وقال ليه انا باغي ندير ليه شي خطه اللي تخلينا نجبدو منه اكثر قدر ديال الفلوس ويولي يعطينا بلا حساب. حماده سولو على اشنو هي هاد الخطه اللي غيديروا ليه. قال لي عزيز انت ما غدير والو، انا اللي غادي نتكلف كلشي، انت غير سير لعندو وخلي البقيه علي. انا غندير ليه واحد الخطه باش نبقى نستفزو وكل مره يعطينا الفلوس بزز منه. فهاديك الليله نيت عزيز صون لذاك الراجل وقال ليه جي عندي للبلاصه ديالي، راني لقيت لك واحد الولد بالمواصفات اللي باغي انت. الراجل جا ودا معاه حماده للشقه ديالو، ولكن قبل عزيز كان وصى حماده باش من يدخل الشقه مع الهاشمي يخلي الباب مردود بزاف تيولي يبان بحال راه مسدود باش ما يعيقش وينوض يسدو. داكشي اللي دار حماده، مشى مع الهاشمي ومن يدخلوا للدار لقى الفرصه وناض حل الباب بشويه وخلاه مردود بزاف كيبان على انه راه مسدود. شويه جا عزيز ودخل من الباب كيتسلت وضرب الهاشمي للظهر ديالو بواحد الموس ماضي بزاف، وحماده بقى غير كيشوف ومصدوم وما فاهم والو. من بعد مشى قلب الشقه كامله وسرق منها كاع الفلوس اللي فيها وكاع الاشياء الثمينه كلشي خداه، وقلب الجيوب ديال الهاشمي حتى هما وسرق ليه الفلوس اللي كانوا عنده وكانت فلوس كثيره، وعطى الحماده 10000 درهم وشد البقيه عنده. من بعد ركبوا في الطوموبيل وبقاو كيتساراو هذيك الليله كامله في مراكش، ومع الصباح خرجوا من المدينه. هي فاش بغاو يدخلوا لمدينه السطات ولقاو الحاجز الامني قدامهم وهربوا. العميد احتفظ بجميع المعلومات اللي خدا من عند حماده وبدا كيستجوب عزيز ويسولوا على الواقعه، ولكن عزيز نكر الانكار التام وما بغاش يعترف. هنا العميد واجهوا بالادله واللي هي البصمه اللي لقاو في دار الهاشمي، وهي نفسها البصمه اللي لقاو في لوحه الارقام اللي كانوا دفنوها فاش كانوا هاربين، بالاضافه لاعتراف ديال حماده واللي كيتعتبر شريكه في الجريمه. فما كان قدامه حتى هو الا الاعتراف الكامل بداكشي اللي دار. قال لهم باللي ما كانش ناوي يقتل الهاشمي، كان باغي غير يضربو وينتقم منه، حيت واحد المره كان معاه في الشقه ديالو وسرق ليه الكونطاك ديال الطوموبيل في الليل وهزها وبقى كيدور بها في مراكش، ومني ناض الهاشمي ما لقاهاش ومشى ديكلارا بيه. مني شدوه البوليس عطاوه شهرين ديال الحبس، والهاشمي كان بامكانه يتدخل ويتنازل ليه وما يدوش هذيك الشهرين، ولكن ما عقلش عليه وخلاه في الحبس. داكشي علاش بغى ينتقم منه. من بعد نهايه التحقيقات غيتقدموا بجوج للنيابه العامه. طفل حماده بحكم انه قاصر رسلوه
يرسلوه للمؤسسة الإصلاحية. أما عزيز تابعوه بتهمة القتل والسرقة، وغالبا غيكون تحكم ما بين 25 حتى 30 سنة. وهذه هي النهاية ديال جوج الناس طغاو في الدنيا بتمردهم على الطبيعة الخلقية ديال الإنسان اللي خلقنا عليها الله عز وجل، وهي أن الراجل يبغي المرأة والمرأة تبغي الراجل. ماشي نبداو نديرو كيف ما داروا قوم لوط اللي سلط عليهم الله العذاب الشديد ديالو وجعل منهم عبرة لمن لا يعتبرون. سبحان الله، في جميع القضايا اللي شفت في حياتي واللي كتعلق بالشذوذ دائما كتسالي بكارثه حقيقيه. يا اما كيموتوا الطرفين بجوج، ولا واحد كيموت والاخر كيمشي للحبس، ولا واحد فيهم كيمرض بشي امراض خطيره اللي كتمحنوا في صحته وحياته. اما العذاب ديال الله عز وجل اللي كيتسناهم وكيتسنى جميع الناس اللي كيديروا هذا المنكر راه عالم به غير هو بوحده سبحانه وتعالى. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا. الا كيعجبكم القصص اللي كنحط لكم اشتركوا في القناه وخليوا واحد لايك الفيديو، ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.